السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الإنجليزية. والنهاردة إن شاء الله هنتعلم الفرق بين beside و besides. إيه الفرق بين الكلمتين رغم إن هو حرف واحد بس واللي هو حرف الإس محطوط في آخر الكلمة، ولكن هيغير المعنى تماما. تعال نبدأ بكلمة beside من خلال المثال اللي هنكتبه على السبورة، وإنت هتعرف إيه معناها إن شاء الله بنفسك. نبدأ كده ونقول مثلا He is sitting beside me. He is sitting beside me. Beside هنا ممكن أشيلها وأحط مكانها next to. يبقى he's sitting beside me أو he is sitting next to me. يبقى هنا عرفنا إن beside equals بتساوي next to، معناها بجانب أو بجوار. هو قاعد جنبي beside me أو next to me. يبقى دي أول واحدة اللي هي beside معناها بجانب أو بجوار. تعال نروح لbesides وهنعرف معناها برضو من المثال اللي هنكتبه. ممكن أقول besides football I play tennis. Besides football I play tennis. طب نوضحها أكتر، ممكن أحط مكان besides أحط in addition to. In addition to football I play tennis. يبقى بالإضافة إلى كرة القدم أنا بلعب تنس. يبقى besides هنا معناها بالإضافة إلى، بتساوي بالظبط in addition to. الاتنين دول بيجي وراهم على طول يا إما noun يا إما verb plus ing. تمام؟ يبقى besides غير beside خالص. حرف الاس هنا غير المعنى تماما. besides in addition to، ولكن beside equals بتساوي next to. تمام يا شباب؟ طيب في ناس تانية ممكن حد يجي يقول لي يا مستر طب في in addition بس من غير to. in addition بس من غير to. in addition فقط معناها وعلاوة على ذلك، وبيجي وراها جملة كاملة. طيب تعالى نوضح كده، ناخد مثال مثلا وليكن فوق هنا مثلا هقول كده in addition، أو نقول مثلا the food is delicious. تمام؟ الأكل أو الطعام لذيذ. In addition it's cheap. يبقى الأكل لذيذ وعلاوة على ذلك برضو الأكل رخيص. يبقى أنا بضيف هنا إيه؟ بضيف جملة كاملة وراها، مش verb plus ing ولا noun. يبقى in addition جت هنا في بداية الجملة الثانية، وممكن أحطها في بداية جملة من الأساس. يعني ممكن أقول مثلا in addition we need more time to finish the project. إضافة أو علاوة على ذلك إحنا محتاجين وقت أكتر to finish the project عشان خاطر نخلص المشروع. تمام؟ ممكن هنا أقول إن الأكل لذيذ وعلاوة على ذلك إن هو رخيص. تمام؟ يبقى in addition جاء بعدها جملة كاملة، فاعل it و is، تمام، ده فعل، و cheap هنا دي صفة، جملة كاملة. ولكن in addition بس جاء بعدها noun أو verb plus ing. يبقى تاني يا شباب هنعيد نقول ان beside اللي هي بجانب او بجوار هي next to، ولكن besides علاوة او بالاضافة الى اللي هي in addition to يجي بعدها noun او verb plus ing.
تمام يا شباب، اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه وعرفنا الفرق بين بي سايد وبي سايدز. ولو اول مره تشوف القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك ان شاء الله كل جديد، وما تنساش تعمل شير للفيديو لو استفدت منه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.